مرحبا بكم. بالنسبة لأهم الأخبار التي تصدرت اليوم الصحف الهولندية وأيضا الصحف البلجيكية ليوم الجمعة 14 أبريل، وأهم ما جاء فيها: أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي وأيضا لاعب فريق باريس أن جيرمان، يعد واحد من أغنى اللاعبين في فرنسا. كان تزوج بالممثلة الإسبانية من أصول تونسية هبة أبوك. قبل مونديال كأس العالم الذي نظم في قطر كانت مشاكل عائلية بين أشرف حكيمي وزوجته، وبعد مونديال كأس العالم ازدادت المشاكل فيما بينهما، والأسباب تعود أن أشرف حكيمي يعطي أهمية كبيرة جدا لأمه، وخاصة بعدما اتجهت عدسات الكاميرا في مونديال قطر إلى أشرف حكيمي بدل من زوجته هبة أبوك، وهنا ازدادت المشاكل بين أشرف وزوجته. زوجته هبة أبوك كانت تنتظر فرصة لكي ترفع دعوى قضائية، دعوة الطلاق، على زوجها أشرف حكيمي وتحصل على نصف الثروة التي يمتلكها، يعني كما حصل مع معظم اللاعبين والممثلين وأيضا رجال الأعمال. لنعطي مثال لكريستيان رونالدو، السبب الذي جعله لا يريد الزواج من صديقته جورجينا رغم أنهم لديهم 3 أطفال هو خوف من أن تطلب الطلاق وتحصل على نصف الثروة التي يمتلكها كريستيان رونالدو. لنعد إلى أشرف حكيمي، منذ شهر ظهرت شابة فرنسية ادعت أن أشرف حكيمي قام باغتصابها، وبسبب هذه الدعوة وجدت زوجة أشرف حكيمي فرصة لكي ترفع دعوة الطلاق بأسباب الخيانة. بالنسبة للفتاة الفرنسية التي رفعت دعوى اغتصاب ضد أشرف حكيمي، المحكمة لم تقم بنصفها، لم تنصفها المحكمة بسبب أنه لا يوجد هناك أدلة كافية في قضيتها. أما بالنسبة لزوجة أشرف حكيمي، بعدما انفصلوا بعدما طلقوا اتجهت إلى المحكمة كي تحصل على نصف الثروة التي يمتلكها أشرف حكيمي، واتضح أن أغلبية الثروة التي يمتلكها أشرف حكيمي توجد باسم أمه. وأيضا زوجة أشرف حكيمي بعد انفصالهما بمدة شهر دخلت في علاقة جديدة مع عارض الأزياء الإسباني كشكل من الاستفزاز لأشرف حكيمي. ما رأيكم؟